السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي احنا شايفينه في الفيديو دي مزارع أسماك، معمولة بأحدث تقنية وأرخص تقنية. اللي احنا شايفينه دي كل باكية من دول فيها حوض، الحوض فيه حوالي تقريبا في حدود 300 متر مكعب مية. آه، تكلفة الباكية الواحدة تقريبا في حدود 250 ألف جنيه. آه، رأس المال اللازم لإنتاج حوض زي كده، لو احنا هنقول بس الأول القدرة بتاعته بينتج من 10 طن في الدورة ل 15 طن في الدورة، يعني في إمكانية إن فعلا ينتج لحد 15 طن. سواء بالراس سيستم أو بالأكواميميكري. الأكواميميكري ممكن ينتج لحد 15 طن في الدورة وما بيغيرش بقى خالص. في الراس سيستم برضه ما بيغيرش مية وينتج في حدود حوالي 10 طن تقريبا، ممكن ينتج لحد 12 طن. آه، تكلفة إنتاج ال10 طن لو احنا خدناهم كده تقديريا في المتوسط، تكلفتهم تقريبا في حدود حوالي 450 ألف جنيه ما بين آلاف وزريعة. دي التكلفة اللي هي متغيرة احنا بنسميها. المصروفات الثابتة عندنا زي ما احنا قلنا كده في حدود حوالي 250 ألف جنيه. المصروفات المتغيرة في حدود حوالي 450 ألف جنيه. آه، يعني كده في الإجمالي احنا بنتكلم في حدود 700 ألف جنيه تقريبا. مبيعات المزرعة ديت أو الباكية ديت لوحديها بتكون في حوالي 850 ألف جنيه، ده بالميت بأسعار النهاردة. احنا كل الحسابات دي كلها بنتكلم بأسعار النهاردة. آه، معناها إن أنا بستعيد رأس المال كله بتاع المصروفات حتى الثابتة بتاعتي في أقل من سنة، ومعناها إن أرباحي تقريبا في حدود حوالي 400 ألف جنيه. بتمثل 400 دول من ال 700، يعني أكتر من 50% داخل على 60% كمان. ما أعتقدش إنك أنت هتلاقي ممكن أي سيستم أو أي نظام ممكن يكسبك المكاسب ديت. راجع اللي أنا حكيته ده كله، هنتكلم فيه قريب في الفيديو القادم إن شاء الله. مزرعة زي كده بتعتمد على الأكواميميكري أو الراد سيستم بمنظومة فلاتر ميكانيكية وبيولوجية، إن شاء الله هنتكلم عليها في الفيديو القادم. كنت معكم نبيل خوي من قناة على التيك توك. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.